السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بعد حلقة جديدة بعد الصعود من دور الكوارتر فاينل، دور الثمانية للكونفدرالية. الزمالك بقاله كذا سنة يعني في بطولات أفريقيا بعيد عن الكوارتر حتى. يعني الحمد لله يعني إن إحنا السنة دي في حاجة جديدة بتتحرك، يعني رغم كم الضغوط والنتائج السلبية والاختبارات. خليني بس الأول إحنا هنتكلم شوية كده على الماتش يعني. خلينا برضو نوجه تحية برضو لأهل غزة الصامدين الأبطال اللي بيشوفوا 6 شهور من أصعب ما يكون قدام عدو غاشم حقير. يعني ربنا ينصرهم، ربنا يثبتهم. بتمنى لهم في الليلة المفترجة دي إن شاء الله بإذن الله النصر والثبات وحقن الدماء ويعني بنعتذر عن كل تقصير إحنا أو غيرنا سبب فيه يعني. نروح للماتش. الزمالك بيتأهل لنصف النهائي، للدور السيمي فاينال، للدور قبل النهائي، لمواجهة دريمز الغاني بعد إقصاء مودرن فيوتشر اللي هو كان ضيف سخيف في الماتشين الحقيقة يعني. وتحس إن إحنا اللي صعبنا الدنيا على نفسنا يعني في الماتشين. أخطاء ساذجة جدا، يعني أخطاء ساذجة جدا، ومش هينفع إن إحنا نهادي الفرق اللي قدامنا. يعني النهارده مودرن فيوتشر تقريبا ما هددوش الجون خالص، يعني ما فيش فرص اتخلقت على الزمالك. يعني في العادي احنا بنلوم على المدرب او بنتكلم ان المدرب وحش او المدرب كويس او نقيم طريقه اللعب، بس هو مودرن فيوتشر ما شطوش على الجون. يعني ما تقدرش تقول ان في فرصه حقيقيه جت اتخلقت، او عملوا حتى نقلتين. ده كل يعني اللعب الشوط الثاني بعد ما الزمالك اتعادل، فرقه محتاجه ترجع في الماتش او تسجل او تخش، بيلعبوا كوره طويله بيلعبوا كوره طويله بيلعبوا كوره طويله، يعني كوره طويله وكلها الدفاع خدها. يعني ما فيش تقريبا حاجه يعني ما فيش حتى هي بس الكورنر. مستوى عواد ألف علامة استفهام يعني. الزمالك كسبان 2 دوري في وجود عواد، فأنا مش بقول إن هو كان أحسن حارس في الدنيا، بس ما كانش بالسوء ده. يعني الماتش اللي فات كرة غلطته بشعة، يعني طالع فاتح الضيقة لدرجة إن هو يعني سهل الجون جدا على ياسر علي اللي هو اللعيب بتاعنا، يعني اللي معار لفيوتشر يعني. النهارده كورنر، يعني كورنر. طب هيكون في اسهل من كوره من عند الكورنر يا عواد عشان تاخد بالك؟ طبعا هو كان في مشكله في الرقابه شويه، المساكين بتوعنا سايبين اللي تلاقيهم لعيبه فيوتشر يضايقوا عواد في 6 ياردة، بس برضه في النهايه يعني انت بتطلع بايديك، يعني هو الناس الثانيه طالعه بدماغها. فالمفروض ان مهما حتى لو انت قصرت تاخدها يعني. في هزه كده غريبه في مستوى عواد، ما يعني هو ما فيش فرقه بتبدا كل المباريات 1-0 يا جماعه. يعني هو انا يعني الله يكون في عون جوميز. يعني الناس بتهاجم جوميز، الله يكون في عون جوميز الحقيقه، لان انت مش منطقي ده تاني ماتش على التوالي انت بتبدا الماتش 1-0 للفرقه الثانيه. يعني بنبدا ناقص جون من قبل ما نلعب، فهو مش هيفضل الموضوع كده. الزمالك بدا بطريقته المعتاده، طريقه جوميز المعتاده اللي بيفضلها 4-2-3-1. طبعا النهارده كان ظروف خروج شيكابالا كمان من الدور البرد، اللي هو تقريبا اتقال ان عنده دور برد تقريبا سبب خروجه من المعسكر يعني. فما كانش في خيارات كتير بعد اصابه اوباما واصابه وخروج شيكابالا، فكان لازم نلعب زي ما لعبنا 4-2-3-1. حسام عبد المجيد وجنبيه المسلوسي، وناحيه اليمين بيلعب عمر جابر، ناحيه الشمال احمد فتوح. ده النهارده كان برضو فتوح كان فورمته غريبه جدا. 2 محاور ارتكاز كان دونجا ومحمد شحاته، قدامهم احمد حمدي. احد المفاجآت السعيده في يناير، يعني ربنا يسهل ويظبط شويه ويجهز بدنيا، لان انا حاسس انه برضه لسه مش جاهز بدنيا. تحت الثلاثي زيزو اللي ما كانش برضه في فورمته، مصطفى شلبي اللي كان في مستواه المعهود يعني اللي بيقدمه معانا من ساعه لما جه، قدام سيف الجزيري اللي لا حول ولا قوه الا بالله، يعني مش عارف اقول ايه والله. بدأنا الماتش واضح ان احنا احسن. باصت كوره كده من زيزو لمصطفى شلبي شاطها فوق العارضه. واضح ان مودرن فيوتشر المدرب بتاعهم مش عايز ياخد يعني مش عايز ياخد الخطوه ويفتح الملعب. يعني هو متاخر 2-1، هو عارف انه لو لبس جون فالموضوع هيبقى صعب قوي. هو قرر ان هو يكمل بالطريقه اللي بيعرف يلعبها، ان هو يلعب بكل الفرقه تحت الكوره، بحيث ان هو يعني يستنى الغلطه من لعيبه الزمالك. وقد كان يعني من عواد هداه جون يعني من الهوا. يعني اولا انا مش عارف فتوح طلع الكوره كورنر ليه؟ يعني الكوره عرضيه وفتوح كان واقف لوحده. انا ممكن اكون متخيل انت مش شايف مين اللي وراك، بس يعني كان ممكن يعني ما اعرفش والله، كان ممكن تطلعها اوت.
خصوصا ان الكور الثابته، يعني احنا برضو في اخر ثانيه ادينا برضو مول فيوتشر، الزناري كان نازل راح عامل هاند بول، ده برضه اللي ادالهم بره الكره ثابته، اللي هو اصلا انت بتهادي الخصم اللي قدامك، انت بتاخد بايده وتدخله الجيم، اصلا هو لا عارف يشوط ولا عارف يباصي ولا عارف يعمل هجمه. تامر مصطفى كل قدرته ان هو يوصل اللعيبه تحت الكوره ويستناك تغلط يمكن يجيب جول ويمكن يجيب التاني، يعني ما هو مستنيك بقى عشمان فيك انت اللي هتهديه. فالغريب يعني ان احنا هديناه، يعني احنا هديناه الماتش اللي فات وقلنا معلش، يعني قلنا معلش، قلنا حسام مع عبد المجيد الكعبلي، الكوره كانت توليفه غريبه قوي يعني. مش عارف اوباما اتعور وطلع بره، وبعدين مصطفى شلبي غلط وبصاها غلط في هجمه فردت علينا، لعيب من فيوتشر وقع حسام عبد المجيد الكعبل فراحت انفراد من زاويه ميته، عواد فتح الجون. النهارده كورنر من الهوا وبعدين هوبا الكورنر بيترفع تلاقيها في الجون. الماتش كهرب جدا لان انت بقيت لو ميدو فيوتشر سجل التاني انت بقيت بره البطوله على طول. ولو سجلت انت جون برضه هيفضل ان هو لو سجل هيلعب ضربات جزاء على طول. فانت يعني الموضوع بقى صعب جدا، ماتش كهرب من الهوا ومش هينفع، يعني مش هينفع نفضل ماشيين كده لا في الدوري ولا في افريقيا يا عواد. يعني لو عواد هيكمل بالفورمه دي، حارس من الشباب اللي قاعدين احتياطي ينزل يلعب احسن، لان احنا تقريبا سايبين الجون فاضي. يعني انا مش متخيل ان حارس في السن ده والخبرات دي بيقدم المستوى اللي بيقدمه عواد الفتره اللي فاتت دي من اول ماتش الاهلي في السعوديه. يعني من اول ماتش الاهلي في السعوديه، ويعني وكانت الحجه ان هو بيبدل هو وصبحي، طب صبحي اتصاب وبره شهر ونص، انا يعني مش عارف الصراحه في ايه. يعني انا برضو شايف ان حسام عبد المجيد مش مقدم، يعني مش مقدم من ساعه وجود جوميز. يعني هو غلط الماتش اللي فات في كوره واتزحلق مع احمد عاطف في كوره، اللي هو بالمناسبه احمد عاطف على فكره يعني هو شبه الجزيري كده، يعني هو محاولات على الجون هو تقريبا ما حدش هيفتكر له غير الكره اللي جات له وحطها في العارضه في الماتش الاولاني، يعني دي المحاوله تقريبا الوحيده ليه على الجون، يعني ما فيش محاوله، ما بيشوطش على الجون. يعني هو بيعرف يروح ويرجع ويدافع ويجري وبتاع، بس مش هو الفيرود اللي انت مستنيه، يعني الفيرود اللي هيسجل لك يعني. فالمهم يعني ان الزمالك بدا الماتش بقى الموضوع متكهرب جدا، الموضوع متكهرب جدا. وده مصطفى برضو حطك في موقف اللي هو ايه، ان هو فضل يدافع، يعني هو متقدم وفضل يدافع، اللي هو الكوره معاك تتقطع هو عايز ياخد المرتده يسجل بيها. عدى الشوط الاولاني وبعدين الحكم مش مريح، يعني الحكم مش مريح. اولا سهل، يعني اولا في ضغط كده تحسه يعني في الكور المشتركه، ان هو بيحسب اي حاجه بيصفرها على، يعني في الكوره بتاعت سيف الجزيري دي اللي هي اتكعبل فيها جوناثان وراح شغل الفار، طب هو الكوره طولت والواد وقع فسيف الجزيري بيجري فاتكعبل فيه، تحسب، يعني تتحسب، ما هو ده تهور، يعني هو تهور ان هو وقع في سك 18 في كعب المهاجم بتاعي، ما بصش عليها. وبعدين يعني برضه شيء غريب جدا التسع دقايق اللي اداهم في الشوط الثاني، وفي كوره اللي هي دخل فيها علي زعزع دي على رجل دونجا كده، دي طرد مباشر، والكره كانت راحت لعيبه الزمالك كانت هيبقوا 3 على 3، راح موقف الهجمه ما اداش الفرصه وما اداش الطرد، يعني ولا كده ولا كده. ومصطفى غربال كل الزملكاويه عارفين ان هو كان سبب من اسباب خساره نهائي القرن، يعني فمش مستبعد عليه اي شيء، يعني الصراحه انا ما بثقش فيه ومش شايفه حكم كويس، وعارف ان هو حكم موجه وبيجي بنتيجه الماتش، يعني بيجي هيوجه الماتش يعني. فالماتش ابتدى يتكهرب، ان انت فكره ان انت محتاج تسجل وفي نفس الوقت اي كره هتستقبلها هتبقى مشكله. وبعدين برضه لعيبه الزمالك ابتدت رجليها مش واقفه في اول الملعب، حتى زيزو وفتوح اللي هم المفروض بيسندونا، فتوح ما كانش كويس، وزيزو بعيد تماما. ممكن ظروف وفاه محمد مدحت المعد البدني للزمالك ربنا يرحمه يعني، وخالص التعازي لاهله يعني. معرفش ما كانش مركز في فاول كده شاطه في المدرج، حتى الكورنر نفسها، الكورنر اللي سجلنا منه الماتش اللي فات ما فيش ولا كورنر من رفعهم زيزو وعدى. جه انفراد لمصطفى شلبي لعبها اسوأ ما يكون، جت كوره كده اتلعبت في كوره الشوط الاولاني انا مش قادر لحد دلوقتي والله العظيم ثلاثه. الواحد بيحاول يهدي نفسه وبيتفرج، الواحد كبر في السن يعني، كبرنا ان فكره ان انت تنفعل قوي كده. بس في كوره اتلعبت لسيف الجزيري من فوق المدافع ورايح منفرد، وقفها لورا، طب ما تشوط يا ابني، ما تشوط يا ابني. ايه فكره ان مهاجم طول الوقت عايز يوقف ويرجع لورا؟ يعني انا مش عارف الصراحه، يعني ما ينفع مركز حراسه المرمى ومركز المهاجم دول حاجه صعبه جدا انها تبقى بالمستويات اللي بيقدموها سيف الجزيري او ناصر منسي او سامسون،
وفي نفس الوقت اللي بيقدمه عواد في الجون. يعني الموضوع صعب جدا. مركزين فعلا في منتهى الحساسيه، ومركزين ما بيتقدمش فيهم اي حاجه. طبعا مصطفى شلبي كل القرارات اللي بياخدها غلط، كل القرارات اللي بياخدها غلط. انا مش مشكلتي ان انت تعرف تعدي او تعرف ترفع او قدراتك ايه. الكره بتتلعب بالدماغ مش بالرجلين. يعني اللي بيقدمه مصطفى شلبي ده صعب جدا جدا. حاول احمد حمدي، بس واضح ان هو يعني احمد حمدي واضح ان هو محتاج اكتر، يعني وقت اكتر ويجهز اكتر. وواضح ان هو طبعا ظروف القائمه الافريقيه وعدم وجود ناصر ماهر وعبد الله السعيد ادوا له مساحه ان هو يلعب 10 مش 8 يعني. محمد شحاته النهارده لعب في 8. عنده يعني الولد عنده قدره ان هو يقف ويباصي وبيباصي لقدام. يعني في كوره عملها زويز الشوط الثاني اللي هي يعني ما كملتش يعني، بس هو كان يعني عنده القدره ان هو يقف ويباصي ويبص ويقطع وبيلتحم. حتى فكره اندفاعاته الزياده قوي اللي هي كانت سبب ان جوميز يعني ان هو بيطلع نفسه بره اللعبه. لسه بتتكرر، بس ان شاء الله تظبط، يعني ان شاء الله تظبط، لان الواحد عنده امل انها تظبط مع الوقت يعني. الشوط الاولاني خلص 1-0، وابتدت الموضوع يبقى يعني صعب جدا. لان لعيبه الزمالك بالكهرباء، رغم ان فرقه فيوتشر مفيش تهديد. فرقه فيوتشر الزمالك احترامها اكتر من اللازم، هي فعلا فرقه قليله. يعني في النهايه تامر مصطفى مدرب مصري، كل اللي عارفه حاجتين: يرص اللعيبه في الدفاع ويقف. ما فيش حلول اللي هي مفتكسه قوي ان هو يعرف يعمل هجمه او حاجه شكل هجومي. انا شايف برضو فكره ان جوميز مش ما يتحملش قوي. الفرقه شكلها كويس، مش معقول يعني، مش سيئه. بس اللي بيصعب الامر كل ماتش ان انت بتطارد النتيجه، انت بتنزل تطارد النتيجه، تنزل خسران بجون. اي اصعب موقف على اي فرقه في العالم هو فكره ان انت طول الوقت بتطارد النتيجه. واحنا بنتحط في الموقف ده كل ماتش، يعني كل ماتش لازم ننزل لابسين جول. مش هينفع يعني. هو الراجل برضو معذور، وتدعيمات يناير احنا اتكلمنا، لا في اضافه هجوميه كبيره ولا في فروه حل المشكله. ده غير طبعا اصابه الونش وعبد الشافي اللي دمرت لك السكواد، ودمرت لك حتى فكره ان يكون في بديل لفتوح يعني. ربنا كرم الشوط الثاني بجون، بس الجون جه بالظبط بعد خروج مصطفى شلبي وسيف الجزيري في الملعب. مجرد بس ان يعني مش بقول ان مهاب ياسر ده لعيب سوبر او احسن لعيب في العالم، بس فكره ان هو سندها بس الكوره بسهوله كده، خدها احمد حمدي وكمل، وعمل الوان تو مع خالد رضا اللي هو مساك فيوتشر، وحطها بوش رجله الخارجي كده، شكلها حلو جدا يعني. على في محمود حمدي اللي هو النهارده لعب مكان جنش. ما اعرفش تامر مصطفى ايه الفرق بينهم، بس تقريبا بقى اللي هو الكلام اللي الناس مصدقاه ان جنش بيفوت. جنش كان يعني بيخش في جوان اسوأ من اللي دخلت فيه دي وهو معانا يعني. التعادل بقى هدى رجلين لعيبه الزمالك في الملعب، بقى فكره ان انت حتى لو استقبلت مش هتخرج يعني، حتى فبقى الموضوع اتقل. بس الى جانب ان مودرن فيوتشر اصلا ما عندهمش اللي يخربش، يعني ما عندهمش اي شيء كور طويله ويعني انا شايف ان العناصر اللي عندهم اصلا محمد صادق على علي زعزع على مش عارف. وبعدين في حاجه غريبه جدا: مودرن فيوتشر بيلعبوا بضرب بغل زياده قوي. يعني في الشوط الاولاني بتاع ده جوناثان في كوره كده اللي هي اللي زيزو طالب فيها ضربه جزاء، شوفوها تاني هتلاقي بعد ما الكوره هي تقدرش تقول انها تتحسب او هي زقه خفيفه كده، بس بعد ما الكوره كملت جوزيف نجوين داس برجله باسترزات الجزمه على رجل على سمانه زيزو من جوه كده. الكوره دي ممكن تحسب بينالتي حتى لو هو مش قاصد، ده اهمال. وزيزو اترمى في الارض والحكم افتكره بيمثل وقال له قوم قوم. الكوره دي كان ممكن تحسب بينالتي. مودرن فيوتشر قرروا الالتحامات القويه دي في كل اللقطات. يعني علي زعزع دخل في دونجا واحده برده جامده كده، ومحمد محمود اللي هي الكوره اللي نط مع دونجا دي وضربوا فيها بالدماغ اللي خد فيها انذار. انا ما اعرفش مودرن فيوتشر كانوا بيلعبوا بالغل ده ليه، يعني بيغلوا قوي ليه كده. انا مش شايف شكل الزمالك سيء عشان بس الانتقادات لجوميز. في مشاكل بس المشاكل هي النجاعه الهجوميه، هي فكره الرئيسيه. احنا يا جماعه اتكلمنا في الكلام ده، والله العظيم ارجعوا للفيديوهات. اتكلمت في فكره ان الزمالك ما عندوش لعيب عايز يشوط على الجون، عايز يجيب جون. يعني احمد حمدي النهارده حطها وراح وداس، دي مش كتير. العرضيه بتتلعب محدش مكمل، الفرود لوحده، حتى اللي بيكمل باهمال بلا مبالاه، اللي هو مكمل تاديه واجب. الزمالك ما عنده مشكله في فكره ان هو يسجل او يخش ال 18، او ان هو عنده حد اما يشوف الجون يشوط. اللي هناك زيزو بيصنع، طيب تمام، مين اللي هيخش ال 18؟ مصطفى شلبي
ومين اللي هيسجل؟ كل فيرود لما بينزل بنكتشف ان الفيرود التاني نقول طب نجرب التاني تاني. في مشكله في خط الهجوم، وده اللي قلناه. الزمالك كان محتاج التدعيم الرئيسي يجي في مكان مصطفى شلبي في الوينج الشمال وفي الفيرود، وما جوش الاثنين. الماتش مشي عادي خالص. انا ما حسيتش بقلق من مودرن فيوتشر بعد ما تعادلنا، ما حسيتش ان في فرص. هو انا اصلا الماتش كله انا مش لاقي فرص لمودرن فيوتشر، يعني ما فيش. يعني الزمالك هو اللي كان بيحاول، هو اللي ماسك الكوره، وهو اللي بينقل، وهو اللي يعني مودرن فيوتشر ما فيش. رغم ان هم اصلا يعني ما عندهمش فرصه تانية يعني ما عندهمش فرصه تانية. هم خسروا الماتش الاول 2-1، اللي هو يعني ماتش نتيجته الطبيعيه خالص كانت 2-0 يعني. هم اصلا ما يعني الجون اللي جابوه ده كده، يعني جابوه كده. واحنا النهارده في كره اللي مطلعها احمد عاطف من قلب الجون، اللي هي جات له حسام عبد المجيد في الكورنر دي، غير اللي سجلناها، يعني غير فكره. تحس برضو ان في مشكله في خط الهجوم، العناصر نفسها، القماشه نفسها مش احسن شيء. ماشي، ممكن في حاجات علامات استفهام على جوميز بفكره الاندفاعات الزياده قوي اللي ساعات بتحصل، ان انت مثلا لو مرتده مثلا بتلاقي نفسك ممكن يجي فيك جون زي ما حصل في ماتش الجونه او حصل في ماتش فيوتشر الاولاني. بس في النهايه الراجل النهارده لما وقف ما تهددش، يعني لما قرر ان هو يقفل الملعب قفل الملعب خلاص انتهت. التغييرات اللي حصلت بنزول، سواء بنزول مهاب ياسر او سامسون او زياد كمال لما نزل، او مصطفى الزناري. انا مش والله العظيم مصطفى الزناري انا مش قادر افهم. يعني انا منزل مدافع علشان الكوره الطويله بيلعبها فيوتشر، ينزل يعمل لي هاند بول ويديهم فرصه فاول يسجلوا منه. يعني هم ما كانوش هيسجلوا لما الكوره ثابته. بتعمل هاند بول ليه؟ تمسكها بايدك ليه اصلا؟ يعني حتى لو طلت جنبيك ما توقفهاش بايدك. يعني وانت شايف ان الحكم بيتلكك اصلا عشان يعني الحكم جاي في تارجت معين في دماغه، في حاجه معينه في دماغه، يعني في حاجه معينه في دماغه. مصطفى غربال ده ما بيسلكش. انا مقتنع ان هو حكم سمعته سيئه. يعني انا شايفه حكم سمعته سيئه، من الناس اللي بتعرف توجه النتائج وبتعرف تظبط الدنيا من غير ما يكون الموضوع باين. يعني هو مثلا ممكن يطنش بنالتي اشرف بن شرقي في فاينل افريقيا، ده مش بعيد خالص يعني. ف يعني التصرفات حتى غريبه. يعني انت فاهم، انت بتنزل لعيب، يعني انا مدرب قالوا لي ده مدافع بيتدرب معايا كل يوم على انه مدافع، ينزل في اخر دقيقه وراح عامل لي هاند بول وعم تسبب في كوره ثابته كان ممكن تلبسنا جول. قالوا لي ده جول، الكوره بتترفع بتعدي من فوق دماغه، مش عارف يقفل الضيقه. يا جماعه في بديهيات، في مشكله في القدرات بتاعت اللعيبه، في مشكله في قدرات اللعيبه. يعني احمد فتوح النهارده المفروض ان هو احسن من كده بكتير. يعني المفروض احسن من محمد فتوح على الاقل هجوميا، يعني دفاعيا تمام. فتوح ما كانش جبهته ما اخترقتش قوي يعني. بس هي الفكره كلها ان انت ما ينفعش ان دي تبقى اضافتك الهجوميه يا احمد. يعني انا شايف ان فتوح كان ممكن يبقى احسن من كده كتير. ان شاء الله ماتش دريمز هيبقى في الذهاب في القاهره، ان شاء الله بنتمنى يعني ان الحضور يبقى اكتر. برضه في حاجه غريبه جدا في موضوع الجمهور، انت حاطط 30,000 ليه تحط لي 10,000 هنا و10,000 هنا وتسيب بينهم نص الملعب فاضي؟ يعني ليه الدرجه الثانيه دي مش مسموح حد يقعد فيها؟ ليه الجمهور لازم يبقى تالتة يمين وتالتة شمال وما بيتكلموش؟ يعني طب ما المنظر نفسه غريب جدا. كاميرا تيجي على البتاع ده على الدرجه الثانيه تلاقيها فاضيه. انا يعني مش قادر افهم، مش قادر أفهم. يعني ليه القرارات بتتاخد في الاتجاه ده بالشكل ده؟ يعني في عدد وفي حضور الجمهور. يعني ما مش عارف والله، يعني مش عارف والله. فالزمالك ان شاء الله عنده الذهاب مع دريمز، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الامور تبقى احسن في الدوري شويه، لان موقفنا في الدوري برده مش كويس. عندنا ماتشين او 3 في الدوري، ربنا يسهل ونقدر نسترد عافيتنا يعني. ان شاء الله الامور تظبط، لان احنا اتاهلنا، ففي فرصه ان احنا ان شاء الله نكمل بطوله الكونفدراليه اللي هي منعرج الموسم اللي الناس كلها حاطه امل عليها. فربنا يسهل ان شاء الله. خصوصا انت كل ما بتتاهل كل ما في جوائز ماليه بالدولار، ودي طبعا مع فرق العمله والغرامات اللي على الزمالك ان شاء الله تحل مشاكل يعني. فربنا يسهل ان شاء الله الامور تبقى احسن، وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، رمضان النهارده اخر ليله فرديه، ربنا يتقبل من الجميع يعني. واخواتنا المسيحيين برضو لسه صايمين، ربنا يتقبل يعني. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله نلتقي على خير، والزمالك يكون في حالا يعني يكون الدنيا اهدى شويه. حاسس انه التنشن قوي ماتش رغم ان الفرقه اللي قدامك قليله، بس احنا اتنشنا يعني. وان شاء الله اللي جاي احسن ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.